صاحية من النوم عايزة أروّق على نفسي، طبعًا زهقت بقى من الفول والطعمية والفطار اللي هو التقليدي ده. هتفطري إيه، هتفطري إيه، تعالوا شوفوا هنفطر إيه مع بعض، كمّلوا الفيديو معايا للآخر واعملوا متابعة للقناة ودوسوا لايك، ربنا يكبر بخاطرك يالّا هتعمل متابعة للقناة. طبعًا زهقنا بقى من الفول والطعمية والباذنجان بقى عايزين إيه، ناخد درجة تانية بقى شوية، يعني نطلع بقى الدرجة الأولانية بقى، زي ما باقول لك كده الفطار بتوع Egypt، أنا عايزة أفطر فطار Egypt. طبعًا كان عندنا بقى حتة جبنة رومي كده محترمة، أنا باجيبها من مكان معين جبنته حلوة أوي، جبنته قديمة، ساعات بتجيبي جبنة كده اللي هي الرومي دي بتلاقيها بيضة كده وناشفة وتحسي إن هي مخرّمة كده وحشة بشعة، بشعة ما تشتريش أصلًا ولو ببلاش، إنما دي جبنة حلوة أوي أنا باجيبها من مكان كده معين معتمداه يعني. قُمت جاية بقى مطلّعة بيضتين من التلاجة في حتة زبدة وشوية ملح وفلفل وادّي له ادّي بقى، كل يوم بقى فول وطعمية، فول وطعمية، والواحد ياكل من هنا ويبقى عايز ينام بقى ومش قادر يفتح عينيه. عايزين حاجة كده تصحصحنا على الصبح كده وتدّينا باور وتخلّينا خفاف في نفس الوقت. الفول والطعمية ده هيودينا في داهية. قلّيت بقى البيضتين بتوعي دُولة، نجيب بقى الجبنة الرومي من التلاجة، عندنا شوية مخلل كده حلوين طعمهم خطير، باجيبه برضه جاهز المخلل ده، لسه بقى لسه الصراحة ما خلّلتش حاجة بس إن شاء الله إن هي يعني إن أنا هاعمل ليمون إن شاء الله هابقى أعمله معاكم. وبقى طلعت بقى خيارية من التلاجة كمان قُلت أقطّعها كده وأقعد بقى أفطر بمزاج بقى مع نفسي، وبعد بقى كل ده متخيلين شربت بعده إيه؟ شربت نسكافيه. عايزة بقى أصحصح أكتر كده ويبقى عندي power لإن كان عندي بقى مشاوير كتير النهارده، وحاجات كتير النهارده، فما ما طلبتش فول وطعمية عشان خاطر الواحد بيطرمخ بعد الفول والطعمية يا جماعة والبتنجان بتوم وبتاع، الواحد بيطرمخ. شُفتوا يامي يامي على الجمال، والله فطار يفتح النِفس. بس الواحد برضه بيلِف يلِف لفِّته ويرجع للفول والطعمية برضه. يالّا تعالوا افطروا معانا.